السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ الحقيقه انا متحمسه جدا للفيديو ده لاني مقتنعه تماما ان اللي هيتفرج عليه وينفذ اللي فيه حياته هتتغير وهيكون فعلا مبدع ومؤثر. اسمح لي الاول يا مشاهدي العزيز اسالك ايه علاقتك الحاليه بالابداع؟ يعني تدي لنفسك من 10 من 1 ل10 كام؟ الخبر السعيد ان ايا كانت الدرجه اللي هتديها لنفسك انت ممكن تحسنها بتطبيق حاجه سهله ومنطقيه. وانا هحكي لكم يعني هقول لكم الطريقه بشكل نظري الاول، وبعدين هديكم امثله من حياتي وامثله تطبيقيه تانية يعني لتمام الفائده ان شاء الله. فهيا بينا نبدا. مبدئيا اسمحوا لي اقول لكم اني بعتبر ان النحله حشره مبدعه. ليه بقى؟ وان المبدع اصلا لازم يتقمص شخصيه النحله الدؤوبه. النحله بتعمل ايه؟ النحله بتخلق عسل، لكن قبل ما بتخلقه بتلف على ازهار كتير متنوعه تاخد منها الرحيق وبعدين تطلع العسل بتاعها. ده نفس الشيء ينطبق على الابداع. في هرم معروف كده اسمه كرياتيفيتي بيراميد، حجر الاساس فيه، اول حجره تحت فيه خالص هي المعرفه. وبالتالي انت لو عايز تكون مبدع في مجالك ايا كان مفروض اول خطوه انك تتحلى بالمعرفه، بس يكون زي النحله متنوعه. انت محتاج تنوع مصادر معرفتك، فتقرا لناس مختلفين في مجالك. دي اول حاجه. اوعى تقع في فخ انك تقرا شخص واحد، لان ده هيحولك لصوره باهته من هذا الشخص. بالعكس، ده انا انصح انك تقرا الناس يعني عكس بعض على طول الخط في مجالك. اديكم مثل بسيط. انا لما جه علي وقت كنت بقرا في الشعر الفصحى، كنت بقرا الشاعر فاروق جويده والشاعر رزاق قباني في نفس الوقت. مش عايزه اقول لكم ده اداني ثراء قد ايه يعني. طب ليه هم دول بالذات اخترتهم؟ ده يدينا الحاجه الثانيه. طبعا انتوا عارفين العسل انواع، في عسل ملكي وفي عسل متوسط الجوده وفي عسل عالي الجوده. انت عايز العسل اللي يطلع منك ابداعك يكون عالي الجوده، يبقى الرحيق اللي تستنشقه لازم يكون على اعلى مستوى. انا قريت لي شاعرين عبقري، 2 عباقره، لكن كل واحد له مدرسه مختلفه في الشعر، لكن يتفقوا في ايه؟ ان هم عباقره. يبقى انت احسن اختيار الزهره اللي هتمتص منها الرحيق او الازهار يكونوا مختلفين لدرجه التناقض الصارخ، وانا بنصح بكده، وفي نفس الوقت يكونوا كويسين هما الاثنين. دي مهمه قوي. يبقى انت اول خطوه بتقرا كتير في مجالك، او بتتعلم تحضر حاجات تربويه لو انت الحاجه اللي بتعملها مهاره معمليه، بتعمل تجارب كتير، يعني ايا كانت بتتعلم الحاجه من مصادر مختلفه من احسن ناس في هذا المجال. وانت اصلا بتدخل ايه؟ عسل حلو وعسل نقي. في نفس الوقت النحله قبل ما العسل بتاعها بينزل هي برضه ايه؟ بتغربله كده وبتهضمه شويه. فانت ما بتتلقاش المعلومه بشكل سلبي، لا، انت لازم تقراها بعقليه ناقده ويكون عندك تحقق من اللي بتقراه. هديكم مثل سريع. يعني انا حاليا بقرا كتاب فقه السيره للكاتب محمد سعيد البوطي، وهو في الكتاب ده اتهم الكاتب الكبير محمد حسن هيكل انه في كتاب حياه محمد نفى يعني معجزه الرسول، وقال نتكلم عنه بشكل عملي. فهو انتقد ده، قال ده رسول منزل وما ينفعش نتجاهل معجزاته. انا سمعت المعلومه دي، هو مشكورا قال لي المصدر. انا كواحده ناقده وعايزه اتحقق بقى، اللي هعمله اللي انا عملته، حتى انا اشتريت بالفعل كتاب حياه محمد بالفعل، واول ما اخلص ان شاء الله كتاب استاذ محمد سعيد البوطي هقرا كتاب حياه محمد واشوف انا بنفسي الى اي مدى كلامه دقيق. احنا عندنا مشكله يعني، او ناس كتير ممكن بيصدقوا اي حاجه يسمعوها من غير تحقق. لا، انت كمبدع لازم يكون عندك التفكير النقدي ده. الحاجه الثانيه اللي تخليك بقى تطلع بالعسل بتاعك فعلا، دي تجربه بقى شخصيه. ايه بقى؟ التفاعل مع الحاجه. يعني انا الطريقه اللي ابتديت اكتب بيها شعر غنائي لا تخطر على بال. انا اصلا كنت بحب قوي اغنيه الفنان محمد منير علي صوتك بالغنى، بحبها جدا، لكن كانت الحته اللي بتقول ولسه ياما في عمرنا مستفزاني. يعني لا، يعني الجمله دي كده مش واقعيه، وايه لسه ياما في عمرنا دي. فرحت مغيره الكلمات، ودي كانت اول مره اعمل حاجه. انا عجبني اللحن وعايزه اغني الغنى، بس مش عايزه اقول الجمله دي. فتمردت على الحاجه. فانا كده ابدعت يعني، كملت على شيء معمول، لكن غيرت كلمات، خليتها ايه؟ مع احترامي للغنوه الاصليه انها رائعه، وانا اصلا تفاعلت معاها انها رائعه. انا بقول لكم ما هو انت الاول الرحيق اللي بتاخده بيكون حاجات كويسه.
وبكرر تكون عكس بعض خالص ومختلفه ومتنوعه، عشان انت ما تبقاش تابع لحد فتطلع بشغلك في الاخر. احذر التقليد عند الابداع، الابداع والتقليد دونت ميكس، عشان المساله تبقى واضحه. طيب، فانا رحت غيرت كلمات، قلت ايه بقى؟ خليتها علي صوتك بالدعاء، ايوه الاجابه ممكنه ولسه ياما في حلمنا. ودي كانت اول محاوله ليا لكتابه الشعر الغنائي، غالبا اعتقد كانت في 2009. وتوالت الحاجات، وبعد كده وصلت لمرحله ان انا الحمد لله دخلت مسابقه في الشعر الغنائي وكسبت، والفت اغاني لفرق مسرحيه. ودي كانت اغاني بقى مش متالفه على كلمات، على الحان معروفه، لا اغاني متالفه فعلا، يعني انا عاملاها من سكراتش. بس اول مرحله، اول ما اكتشفت الموضوع ده ان انا مش عجباني، تفاعلت مع الايه؟ مع العسل، مع الرحيق اللي انا بستنشقه ده كنحله دؤوبه، وما عجبتنيش فغيرتها. ولا يمكن لو ما كانش ده حصل ما كنتش اكتشف ان انا بعرف اكتب اعمل شعر غنائي اصلا. يعني فاهمين؟ يعني كمان الابداع عامل زي البحر كده، ياخدك في اتجاهات انت ما تتخيلهاش. يعني انا كان ليا محاولات في الشعر زمان، لكن الشعر الغنائي لا، كان جديد الحقيقه. فدي ده مثل اهو، ان انا تمردت على شيء او استفزني فابدعت عنه. انما لو انا هتلقى الحاجه بشكل سلبي عمري ما هبدع. فمهم قوي انك تتفاعل مع ايه؟ مع الحاجه وتتحقق منها، تكون ناقد لما تتلقى من معلومه، وتثق في قدرتك انت في الحكم على الامور. تمام؟ طيب ندي امثله سريعه بقى. يعني انا كنت مره اتشرفت اني حضرت المدرسه فاهمه المعنى ده جدا، بتدي للولاد كرافت اللي هو يعني يصنعوا حاجات بنفسهم، بس هي عايزاهم يبدعوا. فعملت ايه؟ عملت اول خطوه النحله، وريتهم صور لاعمال كتير قوي ممكن يعملوها، يصنعوها بنفسهم، متنوعه، ده برواز، فازه، مش عارفه ايه، بيعملوها بالكرتون، حاجات كتير قوي. وريتهم حاجات مختلفه اهو، فدخلت الرحيق ازهار مختلفه اهو، وبعدين اديت لهم خامات مختلفه وقلت لهم كل واحد يعمل اللي هو عايزه. ده ابداع، ده هيطلع طفل مبدع. الطريقه دي طريقه ثانيه تطلع طفل مبدع او حتى كبير مبدع، هي ايه؟ بتجيب حاجه معموله فعلا وتبتدي تفتح مناقشه انت ازاي تطورها، تغير فيها ازاي، وتاخد اراء، وبعدين بعد ما تتكلموا ازاي تطورها وتطلع اكتر من فكره ازاي تطورها، تسيبهم هم يعملوا اللي هم عايزين. كده بتطلع طفل مبدع. انما انا ساعات بروح على النقيض، رحت مثلا في حته ثانيه كانوا يدوا للولاد اصنع بنفسك، دي اسطمبه، كلهم بيعملوا نفس الحاجه ومفيش، بيتعلموا يعملوا الحاجه بس بيبقوا مقلدين ما اضافوش. انت لا، الابداع انك لازم تضيف للشيء يعني، وانك تضيف لحاجه موجوده، ما تخترعش من الاول، ده ابداع برضه. يعني هو اللي اخترع، اول واحد اخترع العربيه ابدع، واللي دلوقتي صمم العربيات الحديثه ما هو مبدع برضه، لكن مش لازم يخترع من الاول. وفي نفس الوقت برضه في حاجات بتطلع بتكون ملهاش سابقه. فالاثنين دول نوعين من الابداع يعني. فانا عشان اطلع حد مبدع، انا لو انت بقى بتدرس ولا بتتعامل مع حد، دي الطريقه. فرجوا على حاجات كتير الاول، وبعدين سيب له حريه هو يطبق ازاي. لكن انا بقول لكم، هو اصلا اول حجر في هرم الابداع هو ايه؟ هو المعرفه. نوع مصادرك، ما تتحجرش على حد واحد حتى لو كنت بتحبه. الناس اللي على فكره عن تجربه، لما تقرا حد واحد بتلاقيه بيعيد نفسه بعد شويه، يعني بتبقى ممله بقى. نوع المصادر، واختار احسن المصادر المتناقضه في مجالها بس. وبعد كده تفاعل مع الحاجه وانقضها وتحقق منها، هتبص تلاقي العسل بتاعك طلع عسل نقي جميل، مفيش حاجه تشبه له، لانه كان حصيله معارفك المتنوعه دي. وانا بقول يقينا ان اي حد يعمل كده في اي مجال هيبدع. مين فيكم متفق معايا؟ طب مين فيكم ناوي يطبق ده؟ احب اعرف، احب انكم تاكدوا لي المعلومه دي وتطمنوني في التعليقات يعني. ويعني الابداع ده شيء جميل، بيخلي حياه الانسان فعلا يعني لها معنى. فانا بدعوكم كلكم كده انكم ايه، تبتدوا تبذروا بذره الابداع في حياتكم بالمعرفه من مصادر متنوعه كويسه، وبايدكم بعد كده تبتدوا تتفاعلوا مع الحاجات. واشكركم جدا على حسن متابعتكم، واحب اعرف ارائكم وتعليقاتكم. سلام عليكم.